تخيلي معايا الشعور ده. تخيلي انك قاعدة بتتفرجي على كشف حسابك وبتشوفي كل الفلوس اللي دخلت كلها ليكي، مش جزء منها رايح للبنك، مش جزء منها رايح لسداد قسط، مفيش جزء منها محجوز لفوائد، كلها ليكي. تخيلي انك تنامي بالليل ومش قلقانة على فلوس مطلوبة منك. تخيلي انك تاخدي قرار تسيبي شغل مش مناسب ليكي من غير ما تخافي على التزاماتك المالية. تخيلي انك تشوفي حاجة عايزاها وتشتريها من غير ما تحسي بالذنب ان فلوس الحاجة دي كان المفروض تروح لسداد دين. الشعور ده اسمه الحرية المالية، وده مش حلم، ده واقع قدرت أعيش فيه، وواقع انتي كمان تقدري تعيشيه. أنا ريهام، وعلى مدار السنين شفت ناس كتير قوي قدروا يخرجوا من دوامة الديون اللي كانت بتخنقهم. ناس كانوا بيسهروا الليل من القلق دلوقتي بينبسطوا بفلوسهم. ناس كانوا بيتجنبوا يتكلموا عن الفلوس دلوقتي بيخططوا لأحلامهم. ناس كانوا حاسين انهم عايشين عشان يسددوا دلوقتي بيعيشوا عشان يحققوا. والفرق بينهم في الأول والآخر مش الحظ، مش الظروف، مش الفلوس الكتير. الفرق خطة واضحة وإصرار على تنفيذها. النهاردة هقولك ازاي تعملي الخطة دي. النهاردة هنتكلم عن الطريق الحقيقي للخروج من فخ الديون، وهنتكلم عن سبب اختياري اني اعيش حياتي كلها من غير ما اقع في الفخ ده من الأساس. أهلا بيكي في فلوس الست، بودكاست لكل بنت وست مصرية عايزة تمسك زمام فلوسها حتى لو دخلها على قده. هنا هنتكلم عن الميزانية، الادخار، الاستثمار، وازاي توصلي للحرية المالية خطوة بخطوة. قبل ما نتكلم عن ازاي تتخلصي من الديون، عايزة احكي لك قصة شخصية عن تمسكي بقرار اني اعيش حياتي كلها من غير ما اقع في فخ الديون ده. في مرحلة ما من حياتي كنت بفكر اتعلم السواقة واشتري عربية، وزي اي حد طبيعي كنت بحسب الاقساط وبدور على احسن عروض التمويل. بس قبل ما اقرر اي حاجة قعدت افكر في حاجات كتير. اول حاجة افتكرت ايام الكورونا وازاي ناس كتير فقدت شغلها فجأة، وازاي اللي كان عليها اقساط بقى في مأزق رهيب. تاني حاجة افتكرت كل الحالات اللي شفتها، ناس اشتروا عربيات بالتقسيط وبعدين حصل لهم حوادث والتأمين ما غطاش الخسارة، فاضطروا يستلفوا تاني عشان يصلحوها او يبيعوها بالخسارة ويفضلوا يسددوا اقساط حاجة ما بقتش موجودة اصلا. تالت حاجة افتكرت ان العربية اول ما بتخرج من المعرض بتخسر جزء كبير من قيمتها، واني هبقى بدفع فوائد على حاجة بتقل قيمتها كل يوم. ساعتها قررت تأجيل الموضوع كله، قررت احوش تمن العربية واشتريها كاش لما اجمع فلوسها، عشان ساعتها هحس براحة نفسية مختلفة خالص. وده عشان بشوف ان اي دين حتى لو بيبدو منطقي هو مخاطرة مش مضمونة، وده خلاني اعيش حياتي كلها على المبدأ ده. اي حاجة نفسي فيها احوش تمنها الاول. طيب لو انت دلوقتي واقعة في فخ ديون ومش قادرة تطبقي اللي انا عملته، ايه الحل؟ اول حاجة عايزة اطمنك ان في حل، وان ناس كتير قوي قدرت تخرج من الموقف ده. في طريقتين مشهورين جدا لسداد الديون، وكل واحدة فيهم ليها مميزاتها وعيوبها. الطريقة الأولى اسمها كرة التلج أو الديت سنوبول. الطريقة التانية اسمها الانهيار الجليدي أو الديت افالانش. والحقيقة ان الطريقتين فعالين جدا، بس كل واحدة بتناسب نوع معين من الأشخاص. بالنسبة لي شخصيا لو في يوم من الأيام احتجت أسدد ديون هستخدم طريقة الانهيار الجليدي. ليه؟ عشان هتخليني أقدر أسدد أسرع والمبلغ الإجمالي اللي هدفعه هيكون أقل. بس أنا شخص بيحب الأرقام ودربت نفسي على ضبط النفس، وأقدر أستحمل إني أشتغل فترة طويلة عشان أوصل لهدف كبير. أما لو أنت حد لسه بيتدرب على ضبط النفس أو عايز يشوف نتائج تخليه يلتزم أكتر وتشجعه، فأوقات بتكون طريقة كرة التلج أنسب ليكي، بالرغم من إنها هتاخد وقت أطول شوية. خلينا نتكلم عن كل طريقة بالتفصيل. طريقة كرة التلج بتقوم على فكرة بسيطة، إنك تبدأي بالديون الأصغر وتخلصيها الأول. إزاي؟ أولا اعملي قائمة بكل الديون اللي عليكي مرتبة من الأصغر للأكبر في المبلغ المتبقي. ثانيا ادفعي الحد الأدنى لكل الديون. ثالثا كل فلوس إضافية عندك حطيها كلها في سداد أصغر دين. رابعا لما تخلصي أصغر دين خدي الفلوس اللي كنتي بتسدديها فيه وحطيها مع الحد الأدنى للدين اللي بعده. خامسا
كرري العملية دي لحد ما تخلصي كل الديون. يعني مثلا لو عندك 3 ديون، دين ألف 3000 جنيه بقسط 300 جنيه، دين ب 8000 جنيه بقسط 400 جنيه، ودين ج 15000 جنيه بقسط 600 جنيه. هتبدأي بدين ألف تدفعي ليه 300 زائد أي فلوس إضافية عندك. لما تخلصيه تاخدي 300 جنيه دول وتحطيهم مع 400 جنيه بتوع دين ب، بالإضافة برضو لأي فلوس إضافية عندك، وهكذا. إيه مميزات الطريقة دي؟ بتحسي بإنجاز سريع، بتشوفي نتائج واضحة، بتخليكي متحمسة تكملي، بتديكي ثقة في نفسك. طب وعيوبها؟ ممكن تدفعي فوائد أكتر، ممكن تاخدي وقت أطول، ممكن تكون أغلى من الناحية الحسابية. طريقة الانهيار الجليدي بتقوم على فكرة مختلفة، إنك تبدأي بالديون اللي فايدتها أعلى. إزاي؟ أولا اعملي قائمة بكل الديون اللي عليكي مرتبة من الأعلى للأقل في نسبة الفايدة. ثانيا ادفعي الحد الأدنى لكل الديون. ثالثا كل فلوس إضافية عندك حطيها كلها في سداد الدين اللي فايدته أعلى. رابعا لما تخلصي الدين اللي فايدته أعلى انقلي للي بعده. مثلا لو عندك نفس ال3 ديون، دين ألف 3000 جنيه فايدته 20%، دين ب 8000 جنيه فايدته 35%، دين ج 15000 جنيه فايدته 15%. هتبدأي بدين ب عشان فايدته أعلى، بعدين دين ألف، وأخيرا دين ج. طيب إيه بقى مميزات الطريقة دي؟ بتوفري فلوس أكتر، بتخلصي في وقت أقل، بتكون أكثر كفاءة من الناحية الحسابية، بتحميكي من الوقوع في نفس الفخ تاني. وعيوبها ممكن تاخدي وقت أطول عشان تشوفي نتائج واضحة، ممكن تحسي بإحباط في الأول، ومحتاجة انضباط أكتر. السؤال المهم، إزاي تعرفي أنهي طريقة أنسب ليكي؟ اسألي نفسك الأسئلة دي. إيه اللي بيحفزك أكتر؟ لو بتحبي تشوفي نتائج سريعة كرة التلج أنسب ليكي. لو بتحبي الكفاءة والتوفير الانهيار الجليدي أنسب ليكي. 2. شخصيتك عاملة إزاي؟ لو بتحتاجي تشجيع مستمر كرة التلج أنسب ليكي. لو بتقدري تصبري على نتائج بعيدة المدى الانهيار الجليدي أنسب ليكي. 3. إيه طبيعة ديونك؟ لو عندك ديون كتير وصغيرة كرة التلج أنسب ليكي. لو عندك ديون قليلة بس فوائدها عالية الانهيار الجليدي أنسب ليكي. 4. إيه وضعك المالي؟ لو فلوسك الإضافية قليلة كرة التلج أنسب ليكي. لو فلوسك الإضافية كتير الانهيار الجليدي أنسب ليكي. الحقيقة إني مش بنصح بدمج الطريقتين عشان ده هيضيف تعقيد أكتر، والتعقيد بيقلل الحماس. بس في استثناء واحد، لو عندك ديون لأفراد بينك وبينهم علاقات اجتماعية دي بتكون أول ديون نسددها، بغض النظر عن الطريقة اللي هنستخدمها بعد كده، عشان نحافظ على علاقاتنا وما ندمرهاش بسبب الفلوس. طيب بعد ما قررتي هتستخدمي أنهي طريقة، إيه الخطوات العملية للتنفيذ؟ الخطوة الأولى، كوني صادقة مع نفسك، اعملي جرد كامل لكل الديون اللي عليكي، اسم الجهة، المبلغ المتبقي، نسبة الفايدة، القسط الشهري، وتاريخ الانتهاء. الخطوة الثانية، اعملي ميزانية واقعية عشان تعرفي ايه الفلوس الإضافية اللي تقدري تخصصيها للسداد. الخطوة الثالثة، ابني صندوق طوارئ مبدئي ولو مصاريف شهر واحد بس، عشان ما تضطريش ترجعي تستلفي لو حصل أي ظرف طارئ أثناء رحلة السداد. الخطوة الرابعة، اكتبي أهدافك المالية اللي نفسك تحققيها بعد ما تتخلصي من الديون، تحقيق حلم معين، شراء حاجة مؤجلة، بداية استثمار، سفر. الأهداف دي هتكون حافز عشان تكملي. الخطوة الخامسة، استخدمي ملف المتابعة اللي في الوصف، هتلاقي رابط لملف مجاني يساعدك تتتبعي سداد ديونك وتراقبيه بانتظام عشان يكون وسيلة تحفيز ليكي. الخطوة السادسة، دوري على طرق لزيادة دخلك، أي مهارة عندك تقدري تستفيدي منها، أي شغل إضافي تقدري تعمليه، أي خدمة تقدري تقدميها، كل قرش إضافي يروح للسداد. الخطوة السابعة، قللي مصاريفك، راجعي كل بند في ميزانيتك، إيه اللي تقدري تلغيه مؤقتا، إيه اللي تقدري تقلليه. فترة سداد الديون دي فترة تقشف مش فترة رفاهية. في أخطاء شائعة بتخلي الناس تفشل في سداد ديونهم. الخطأ الأول، زيادة الديون أثناء السداد، أي دين جديد هيدمر كل مجهودك. الخطأ التاني، عدم بناء صندوق طوارئ، لازم يكون عندك مبلغ ولو بسيط للطوارئ
عشان ما تضطريش ترجعي تستلفي، وده يحسسك بالإحباط وإنك كل ما تاخدي خطوة لقدام ترجعي 10 لورا. الخطأ الثالث الاستسلام بعد فترة. السداد محتاج صبر ومحتاج التزام طويل المدى. الخطأ الرابع عدم الاحتفال بالإنجازات الصغيرة. كل دين بتخلصيه ده إنجاز يستحق الاحتفال. الخطأ الخامس التفكير في الاستثمار قبل السداد. أنا شخصيا بنصح إنك تسددي الديون قبل أي استثمار. ليه؟ عشان الاستثمار فايدته مش مضمونة، والعائد الفعلي بتاعه دايما هيتوقف على معدلات التضخم. أما الديون فدي فوايد خسارتها حتمية. ليه أجري ورا فايدة محتملة وأنا مسلمة نفسي لخسارة مؤكدة؟ كمان كل ما هتخلصي سداد الديون أسرع، كل ما هتقدري تستثمري في وقت أقرب، وتبقى كل فلوسك رايحة لتحقيق الأرباح وانت بالك مرتاح. الرغبة في الاستثمار هتكون حافز إضافي لسرعة الانتهاء من الديون. خلينا نشوف مثال عملي. مريم 32 سنة، بتشتغل في شركة، مرتبها 9000 جنيه في الشهر، عندها 3 ديون: بطاقة ائتمان 12000 جنيه، فايدة 30%، حد أدنى 600 جنيه، قرض شخصي 25000 جنيه، فايدة 18%، قسط 1200 جنيه، دين لأختها 6000 جنيه من غير فوائد. مريم مصاريفها الشهرية 6000 جنيه، بيتبقى لها 3000 جنيه لسداد الديون. مريم قررت تستخدم طريقة الانهيار الجليدي بعد ما تسدد لأختها الأول. الخطة بتاعتها الشهر الأول بدأت تسدد الحد الأدنى لبطاقة الائتمان والقرض الشخصي، وبالباقي من 3000 جنيه بدأت تسدد لأختها 1200 جنيه كل شهر. في الشهر الخامس خلصت دين أختها. الشهر السادس بدأت تحط 1200 جنيه زائد 600 جنيه في سداد البطاقة الائتمانية. الشهر ال13 خلصت البطاقة الائتمانية. الشهر ال14 بدأت تحط 1800 جنيه زائد 1200 جنيه في سداد القرض الشخصي. الشهر ال20 خلصت كل الديون. لو كانت استخدمت الحد الأدنى بس كانت هتحتاج 3 سنين ونص وهتدفع حوالي 5000 جنيه فوائد أكتر، لكن بالخطة دي خلصت في سنة و8 شهور ووفرت آلاف الجنيهات، والأهم من كده بقت حرة. من خلال كل الحالات اللي شفتها في عوامل مشتركة بتساعد في نجاح خطة السداد. أولا وجود أهداف مالية واضحة. لازم يكون عندك أهداف مالية واضحة تحفزك عشان تخلصي سداد الديون وتبدأي تحققيها. ثانيا القدرة على الالتزام. السداد محتاج انضباط وصبر مش حماس مؤقت. ثالثا تقليل المصاريف. خفض المصاريف بيكون حافز إضافي لسرعة الانتهاء من السداد عشان تنتهي فترة التقشف. رابعا البحث عن طرق زيادة الدخل. البحث عن طرق لزيادة الدخل بيكون إيجابي في تسريع رحلة السداد، وكمان بيكون أداة رائعة للاستثمار وتحقيق الأهداف المالية بعد الانتهاء من السداد. خامسا المتابعة المستمرة. راقبي تقدمك، احتفلي بالإنجازات الصغيرة، وفكري دايما في الهدف الكبير. عايزة أوجه لك رسالة شخصية لو انت دلوقتي في رحلة سداد الديون. أول حاجة، انت مش لوحدك، ملايين الناس في العالم كله بيمروا بنفس التجربة. تاني حاجة، انت أقوى مما تتخيلي. القرار انك تبدأي رحلة السداد ده قرار شجاع. تالت حاجة، كل يوم بيمر انت بتتقدمي خطوة ناحية الحرية المالية. رابع حاجة، الصعوبات اللي بتواجهيها دلوقتي مؤقتة، بس الحرية اللي هتوصلي لها دايما. خامس حاجة، ما تقارنيش نفسك بحد، كل واحد ظروفه مختلفة وكل واحد رحلته مختلفة. وآخر حاجة، افتخري بكل خطوة بتاخديها، كل قسط بتسدديه، كل مصروف بتوفريه، كل قرار صعب بتاخديه. ده استثمار في مستقبلك. انت مش بتسددي ديون بس، انت بتشتري حريتك. عشان أساعدك في رحلة السداد هتلاقي في وصف الحلقة ملف إكسل مجاني لتتبع سداد الديون. هتلاقي فيه حاسبة لمقارنة الطريقتين، وجدول لتسجيل كل الديون، ومتابعة شهرية للتقدم، وحاسبة للمبلغ اللي تم توفيره من الفوائد. كل اللي عليكي تحمليه وتبدأي تستخدمي. تحدي الأسبوع ده كالآتي. الخطوة الأولى، اختاري طريقتك لسداد الديون بناء على شخصيتك وظروفك. قرري هتستخدمي كرة التلج ولا الانهيار الجليدي. الخطوة التانية، حملي الملف واستخدمي الملف المجاني عشان تحطي كل ديونك وتعملي خطتك. الخطوة التالتة، ابدأي من النهاردة، مش من بكرة، مش من أول الشهر الجاي، من النهاردة.
الخطوة الرابعة، دوري على مصدر دخل إضافي ولو حاجة بسيطة، كل قرش هيفرق. الخطوة الخامسة، وفري في مصروف واحد. اختاري مصروف واحد توقفيه أو تقلليه، والفلوس اللي هتوفريها حطيها في السداد. أما لو مش عليكي ديون، التحدي بتاعك إنك تشاركي الحلقة مع حد محتاجها وتعملي خطة عشان ما تقعيش في فخ الديون أبدا. لو الحلقة دي فادتك ابعتيها لست غيرك، احنا مش لوحدنا ودايما في أمل نبدأ من جديد. ولو حابة تشاركي قصة نجاحك في سداد الديون أو تسألي سؤال نجاوبه في حلقة جاية، ابعتلنا على فلوسالست@gmail.com وهتلاقي الإيميل في وصف الحلقة. أما لو عجبك البودكاست سيبيلي تقييم على التطبيق اللي بتسمعي منه، ده هيساعد ستات وبنات تانية يلاقوا المحتوى ده ويبدأوا رحلتهم للحرية المالية هم كمان. كل خطوة بتاخديها بتقربك من الحرية، كل قرش بتوفريه بيبني مستقبلك، كل قرار صعب بتاخديه بيخليكي أقوى. ما تخليش ده يكون مجرد حماس لحظي، خليكي معايا كل أسبوع وكل مرة هنتعلم حاجة بسيطة بس هتفرق معاكي كتير. واستنيني الأسبوع الجاي وهاتي قهوتك وتعالي نكمل كلام الستات عن الفلوس. قبل ما نمشي حابين نأكد ان المحتوى اللي بنقدمه هنا للتوعية والتعليم فقط، مش نصيحة مالية فردية. كل واحدة ظروفها مختلفة، ولو محتاجة مساعدة شخصية الجأي المستشار مالي معتمد.